خدها منها كده وارميها بعيد بس مش قوي. هلو يا جماعه، بصوا بقى النهارده تالت يوم في دهب. خلاص بكره بالنسبه لي اخر يوم. معانا جيلي ونازلين دلوقتي الممشى. بس النهارده انا رحت الممشى من ناحيه ورا. جولي قالت بس انتوا ممكن متبقاش شايفين عشان الاضاءه. رحت النهارده بصوا الفندق بتاعنا من ورا في طريق زي ده، طريق صغير كده. بصوا ده طريق ممكن تروحوا له الممشى على طول، بس هو يعني على ده البحر. على البحر بقى في كافيهات وريستورانتس كتير قوي. فانا دايما كنت بمشي من الشارع الرئيسي، العربيات بعيد عن البحر. ولسه واخده بالي من دلوقتي ان انا ممكن اجي من هنا عادي. انا نيتي ان انا اروح اقف على البحر 5 دقايق وبعدين اطلع على طول، بس اكتشفت ان انا ممكن امشي من هنا على طول وجنب البحر. كل الطرق دي بحر، كل ده بحر. واو بجد. احسن حاجه هنا بقى ان الدنيا امان جدا جدا، قطط كتير، فالواحد يقعد هنا ينسى الدنيا والله. جولي ماشيه عماله تشمشم. اوكي، والدنيا هنا رايقه وهاديه وكافيهات ومطاعم. بصوا المطعم ده او الكافيه ده، انتوا عارفين امبارح كان نفسي قوي في وايت موكا، فروح جبت وايت موكا ب 150 جنيه وهي غاليه اوفر، بس انا كنت نفسي فيها. وانا ما اعرفش ان انا ممكن اجي هنا من الكافيهات دي اقعد اصلا على البحر براحتي جنب الفندق بتاعي، واكيد مش هتبقى نفس السعر ده. بس خلاص الحمد لله، يعني انا كان نفسي فيها وشفتها والحمد لله. فاحنا دلوقتي هنمشي هنا لحد ما نطلع على الممشى من بره، نتصور نشوف الدنيا، نشتري حاجه. مفيش مرجح هنا في اي مكان. نشتري حاجه، بس انا عندي اكل فمش هشتري اكل، هشتري بس ممكن سناكس. لسه مش عارفه بكره هعمل ايه، لسه عايزه اشوف يعني الجروب بتاعي يبقوا بكره رايحين فين وهيعملوا ايه. لو كده ممكن اروح معاهم، بس على حسب. هم راحوا النهارده البلو هول وانا ما كنتش حاسه ان انا عايزه اروح، بلس ان جيلي مش هتنبسط. يا جماعه انا هنا كنت ماشيه في المكان اللي هو الخلفي. بصوا مش هتلاقوه زحمه وما فيهوش ناس كتير، بس في قطط وكلاب كتير عشان دي تعتبر الباك اريا بتاعت اغلب الفنادق. اللي هي صف اول على البحر هتلاقوها موجوده هنا، والباك بتاعها هتلاقوه ريستورانتس او الشواطئ بتاعتها. فالدنيا هاديه، وده كلب نايم في امان الله عادي. المكان لطيف جدا جدا وهادي. بصوا دول خروج طبعا باين عليهم. يوم كيوت. تعرفوا على جيلي. عايزه اقول لكم ان واحنا ماشيين دلوقتي في كلب كبير نوعه غريب كده، هو كلب عايش في الشارع عادي، بص على جيلي وفضل ماشي ورانا وعمال يمها ومصر لازم يلعب معاها، وانا ازقه والف واروح اي مكان هو ماشي ورانا مصر. لحد ما كان في ولاد واقفين، فواحد فيهم قال لي طيب عدي، وقف هو قدام الكلب سد طريقه عشان انا اعرف امشي. فجولي لما علينا كلاب الشارع، اقسم بالله كله عايز يلعب معاها وماشي وراها. كل يوم لازم نرجع الفندق بكلب شكل من الشارع. يا جماعه بصوا شايفين جولي دي هنا الكلبه الجولدن اللي موجوده معانا في الفندق. ده الاكل بتاعها معمول لصاحبها، حاطينها يعني حط جولي جنبها وقال لها قالت لها مع بعض. الجولدن جريت ورا صاحبها وقالوا لي قاعده بتاكل اكل الجولدن. كانت بتاكل منه دلوقتي. يا جماعه صباح الخير، ده اخر يوم في دهب وده اخر فطار في دهب. فانا هفطر دلوقتي وده كده فطار النهارده، مع اني اصلا ماليش مزاج في الفطار ولا اي حاجه، قلت اكل وخلاص، بس قلت ده اخر يوم فاصور فيه. وبعد كده بصوا الضفر وانا بحط في الشنطه الضفر اتكسر اصلا، الضفر كلها حطيتها في الشنطه خلاص، فانا مش هطلعها، هنتعايش. فبدا اوتفيت النهارده يا جماعه. يلا بينا نفطر. يا جماعه خلصت الفطار الحمد لله وفكيت جولي. عايزين بقى ايه، نروح نقعد على البحر. احنا لسه قدامنا شويه، قدامي بتاع نص ساعه او حاجه والباص هيتحرك. يلا تعالي. هنروح بقى نقعد كده على البحر. انا معايا نسكافيه، ممكن اعمل نسكافيه. نسيت اخد الكوبايه،
تعالوا يلا. الباص يتحرك. ادي جولي نازله تحت. انا هسيبها في كلاب ولا عايزه اقعد على الشيزلونج بس الوقفه هنا بس خلاص الحمد لله. مكان لطيف وعايش. انتوا عارفين المفروض التشيك اوت الساعه 11 بس انا الباص بتاعي اتحرك الساعه 10 فانا المفروض امشي من الفندق بتاعي واروح فندق تاني عشان هو ده الفندق اللي اغلب الناس كلها موجوده فيه فهو ده دايما نقطه التحرك بتاعت اي حاجه او اي اكتيفيتي بنتحرك من النقطه دي. بس انا بقى بصراحه النهارده جايلي مزاج ان انا افضل قاعده لحد ما تيجي الساعه 10 بالظبط بعد كده اقوم اتحرك. هو انا مش لازم اكون اول ما فاهمين انتوا الستريكتد قوي اللي بتيجي في الميعاد وتعمل كل حاجه في الميعاد. لا انا عايزه اتمرد فانا هتحرك الساعه 10 مع التحرك الباص اصلا. جماعه اغرب من الخيال حاجه كده غريبه مستغربوها شويه فعايزاكم تكتبوا لي كده رايكم في الكومنتس تحت. في حد هنا اجنبي هي نازله في الفندق ده هي مش اي اكتيفيتي في حياتها غير ان هي قاعده تحت الشمس تعمل تان وطبعا ده غلط. بحس انه ممكن يعمل لها مشكله في الجلد بلس ان الجلد بتاعها اكيد مش زي جلد المصريين ما يستحملش الحراره العاليه. بصوا ثانيه واحده بصوا هي دي شايفين حاجه اهي كل يوم قاعده من الساعه 9 مثلا يعني احنا عندنا الفطار بيبدا 8 اي ثينك ان هي بتصحى تاخد الفطار وبعدين تيجي تفضل قاعده القعده دي which غريبه. انا قاعده في الظل لان الجو دلوقتي شمس الساعه 10 هي بتفضل قاعده كل يوم من 10 للساعه 5 في الشمس which صعبه قوي يعني. يا جماعه عايزه اقول لكم والله ان بجد في موقف سخيف ابن لذينه انا محطوطه فيه ان المفروض الشركه اللي انا طالعه معاها ليهم كامب ده نقطه التجمع بتاعهم كل الجاست بينزلوا معاهم في الكامب ده. انا ما بنزلش في كامبات خالص طالما عندي اوبشن ان انزل في فندق وهو بيقابل كل الحاجات او الشروط اللي انا بحطها وتمام خلاص بنزل فندق ما بحبش انزل في كامبات. فالمنظم ده كل ما ابعت له مسج ما بيردش عليا مش مهتم ومفروض ان احنا ميعادنا نتحرك الساعه 10 هو مهتم بالناس الموجودين في الكامب معاه وانا بالنسبه لي هاتي حاجتك وتعالي. فانا بالنسبه لي لا حبيبي انا مش هجيب حاجتي بيجي انا هقعد بص قمت عملت نسكافيه. انا اصلا بقالي كتير قوي يعني من الساعه 9 ويقوم قلت خلاص مش هعمله مش هيبقى في وقت قاعده مستنيهم فلما لقيت بقى ده تصرفهم فقمت عملت النسكافيه ويا جماعه حلو جاز جد بجاز انا هقعد هنا وانتوا اصلا مش هتقدروا تتحركوا خطوه من غيري وتحركوا من غيري وامشوا وروني هتعملوا ايه هتبقى برضه عندكم. بعت له مسج ما ردش عليا بعت للاستاذ المسؤول في الشركه اللي حجزت معاه ما ردش عليا فسايبهم يتحروا. خلاص يا جماعه دخلنا البريك والناس عماله تزمر وعاملين صداع اوف وتجيلي معايا ما تترعش وسط الناس مش عارفه في ايه بس خلاص يعني فاضل بريك واحد بس ان شاء الله نبقى في القاهره. تجيلي يلا